السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض السبانخ باللحمة على الطريقة المصرية. أتمنى إن هي تعجبكم، وياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة. أنا معايا السبانخ بتاعتي، ودي السبانخ البلدي بتبقى ورقتها عريضة شوية. أنا غسلتها كده كويس، حطيتها كده في طبق كبير وحطيت عليها مية، وحطيت 2 معلقة كبيرة من الخل، وسبتها كده حوالي 10 دقايق. وبعد ال10 دقايق طلعتها شطفتها كده بمية جارية كويس جدا. ونجيب السبانخ بتاعتنا تكون لونها أخضر زي ما انتوا شايفين كده معايا، وتكون طازة، لأن لو كانت غير كده بتفرق في الطعم. ودلوقتي هشيل بقى بالسكينة الجزء الفوقاني كده في السبانخ، وهبدأ ان انا اقطعها لقطع صغيرة. انا هقفل الكاميرا دلوقتي عشان ما اطولش عليكم الفيديو، وهقطعها كده على البلانشة، مش هتاخد معايا اي وقت. ودي شكلها بعد انا ما قطعتها، شايفين معايا؟ ده شكل التقطيعة اللي انا عايزاها. ودلوقتي كده هروح على النار، في حلة كده على النار نزلت كده بمعلقة كبيرة هرمية من السمنة او من الزبدة زي ما تحبي، او ممكن نحط سمنة على زيت او زبدة على زيت زي ما تحبي. هسيب السمنة بتاعتي كده تسخن، وبعد ما تسخن كده هنزل ببصلة مفرومة ناعم. هقلب البصل كده مع السمنة لحد ما ياخد اللون الذهبي، يعني كده بقت تمام معايا. هنزل دلوقتي بقطع اللحمة، وطبعا لو انتي مش هتعمليها باللحمة مش هتعملي الخطوة دي، هكملي الخطوات اللي جاية ومش هنعمل خطوة اللحمة لو انتي مش حابة ان انتي تعمليها حبيبتي باللحمة. دلوقتي نزلت كده بقطع اللحمة بتاعتي، وطبعا النار معايا عالية علشان اللحمة بتاعتي تاخد صدمة وما تجيبش اي سوائل كده من جواها. دلوقتي انا اخدت صدمة اللحمة وقلبتها كده على الجهة التانية، وطبعا شايفين معايا ما جابتش اي سوائل خالص. دلوقتي اللحمة بتاعتي كده بقت تمام. هنزل بكوباية ونص من عصير الطماطم. الطماطم احنا بنفرمها كده في الخلاط وبعدين نصفيها تبقى عصير طماطم زي اللي معايا ده بالظبط. هنزل بمعلقة كده كبيرة من معجون الطماطم او صلصة الطماطم، وطبعا انا نزلت بمعلقة واحدة بس لان الطماطم معايا حمرة ما شاء الله، مش محتاجة اكتر من كده. لو الطماطم بيضة شوية هنحط كمان معلقة، بس هي كده معايا تمام. دلوقتي هنزل بقى بالبهارات، وهي عبارة عن نص معلقة من الفلفل الاسود، نص معلقة من بهارات اللحمة او البهارات السبعة، وهنزل كمان برشة من السكر. هقلب كده البهارات مع اللحمة، وما شاء الله كده الريحة جميلة جدا. فايدة هنا ان انا حطيت رشة السكر ان هي بتعادل حموضة الطماطم فبتظبط معانا الطعم. دلوقتي هغطي الحلة واسيب كده الطماطم بتاعتي تتسبك. ومعنى ان هي تتسبك للبنات الجديدة طبعا اللي لسه داخلة المطبخ، ان هي تعمل طبقة من الدهون كده، تبقى الطماطم تحت وتعمل طبقة كده من الدهون فوق الطماطم كده، ده معنى تتسبك. دلوقتي الطماطم كده اتسبكت معايا، شايفين لونها وعملت كده طبقة من الدهون شايفينها معايا كده. الطماطم بتاعتي اتسبكت. هنزل دلوقتي بالمية المغلية علشان اللحمة تستوى معايا. نزلت كده بالمية المغلية، هديها تقليبة واغطي اللحمة كده لحد ما تستوى. ان احتاجت مية مغلية كمان هحط لها لغاية اما اللحمة تستوى معايا وتبقى زي الفل. مش تستوى سوا كامل، تستوى 3/4 سوا، لأنها لسه هكمل سواها مع السبانخ. دلوقتي اللحمة شايفينها معايا استوت كده وخدت درجة السوا اللي أنا عايزاها، إن هي تستوى 3/4 سوا. شايفينها معايا كده بقت تمام. دي في الوقت ده أنا مش هزود مية ولا أي حاجة، اللحمة معايا 3/4 سوا. ودلوقتي السبانخ هنزلها، شايفين شكل اللحمة مستوية. عايزين تتأكدوا ممكن هنختبرها بشوكة. دلوقتي كده
هنزل بالسبانخ بتاعتي، هنزل بالكمية كده كلها. طبعا السبانخ كميتها كبيرة دلوقتي، بس لما هنقلبها طبعا احنا عارفين ان السبانخ بتبقى مليانة مية، فانا مش هحط مية ولا اي حاجة، لان السبانخ هتجيب المية اللي فيها. هنزل كمان بحوالي 4 معالق كبيرة من الكزبرة الخضراء. هبدأ كده ان انا اقلب السبانخ مع الكزبرة مع اللحمة. كل ما هنقلب كل ما السبانخ هتنزل لتحت. شايفين معايا؟ ما شاء الله، أكلة جميلة جدا، أكلة شتوية مليانة بالحديد. هقلب كده. ملاحظين معايا ان هي كل ما اقلب كل ما هي تنزل لتحت. دلوقتي كده اغطي عليها علشان تجيب بقى المية كده اللي فيها، وهتستوى كده ببعضها، مش هحط لها مية. دلوقتي شايفين كمية المية اللي عليها؟ دي المية دي اللي كانت في السبانخ. دلوقتي كده هحط 2 معلقة كبيرة من الرز. طبعا ممكن تعمليها بالفريك او بالفول اللي هو اللي متقشر، ممكن تحطيه برضو تستخدميه بدل الرز، او تستخدمي الفريك، بس انا بفضل الرز. دلوقتي كده غطيتها، وكل شوية كده هديها تقليبة. نزلت دلوقتي بالملح بتاعي، لان طبعا انا ما حطيتش ملح خالص عشان اللحمة تستوى، فنزلت دلوقتي بالملح. شايفينها معايا كده؟ الرز معايا استوى وبقت جميلة كده، بقت زي الفل معايا. دلوقتي هحضر طشة التوم في طاسة كده معايا على النار. هنزل كده بشوية من الزيت او اي مادة دهنية انت تحبيها، ممكن زبدة، ممكن سمنة تاني زي ما تحبي. نزلت كده ب4 فصوص انا دقيتهم كده في الهون كويس جدا، او ممكن نعملهم في الهراسة. انا عندي الهراسة، بس صراحة انا بحب ان انا ادقها في الهون. اول ما التوم كده احمر معايا، نزلت بيه كده على السبانخ وهي بتغلي. شايفين التوم واخد اللون الاصفر، لان طبعا لو غمقناه اكتر من كده هيدي طعم مرار. دلوقتي كده هقلب التوم مع السبانخ مع اللحمة. ما شاء الله الريحة هنا بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. شايفينها معايا؟ طبعا انا ما حطيتلهاش مية من بعد ما حطيت السبانخ، هي استوت في مية السبانخ. بعد ما حطيت التوم سبتها كده تغلي حوالي دقيقة، وطفيت عليها، وكده بقت السبانخ معايا جاهزة. هي بتبقى كده، بتبقى قوامها تقيل شوية. دلوقتي كده هقدمها معايا كده في طبق التقديم. ما شاء الله، شايفين مع بعض الجمال. دي طبعا محتاجة عيش، تتاكل كده بالعيش تبقى زي الفل. اتمنى لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناة، وتسيبيلي كده رأيك في التعليقات. وفي نهاية الفيديو استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.